أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الميكانيكي لتحليل مباريات كأس العالم بشكل ساخر. فلو وصلك الفيديو انزل اخبط اللايك المتين، أيوة انزل ادعس اللايك حالا بلا فعلا، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معنا ومعاكم الميكانيكي لتحليل مباريات كأس العالم. يعني يلا كوباية الشاي بتاعتك كده وروق على نفسك. معانا كلام كتير في الحلقة دي عايز يتقال، يلا بينا. اول مباراه معانا صربيا الكاميرون. ولما تتفرج على صربيا والكاميرون يعني ماتش، يعني كان لحد ما كان كويس جدا يعني، لحد ما جات الست اهداف دول اللي جم ورا بعض. تحس الماتش ولع ماتش كده، اللي هو تحس بي ان سبورت المفتوحه يعني هي ندمت ان هي زعت ماتش زي ده بعد ما 6 اهداف وماتش سخن وماتش ولع بالمنظر ده. بتتفرج على الكاميرون بتحط الهدف الاول، وبعدين صربيا بتحط الاول والتاني والتالت، لحد ما واحد كد جده الحاج الكبير فينسنت ابو بكار ينزل عشان يبقى السوبر صب بتاع الكاميرون. ينزل اول ما ينزل بسم الله الرحمن الرحيم، يا رجاله ايه هدف، يلا هنرجع في النتيجه، يلا ليه هو ساكتين، يلا خدوا مني، خد يا تشوبو موتنج انت اسست، يلا عشان تحط يون وتبقى النتيجه 3-3. قبل ما يجي الجونين بتوع الكاميرون بتبص على كمية الاستهانة بالكاميرون من جانب صربيا. يعني انت بتحس اللي هو قد ايه احنا سمعتنا في افريقيا وحشة، قد ايه الناس شايفين يعني ان افريقيا متشافة من منتخبات اوروبا ومنتخبات العالم ان انت اساسا قارة تعبانة في كل حاجة. انت تعبانة سياسيا واقتصاديا وحتى برضو كرويا، انت برضو قارة تعبانة لدرجه ان احنا نستهان بيك. استهزاء من جانب لعيبه صربيا. بعد ما صربيا حطت الاول والثاني والثالث بتشوف ان دفاع صربيا خلاص ابتدى يتقدم، بيبقى خلاص يعني انت دفاع صربيا في نص ملعب الكاميرون اصلا، عشان بعدين يعني الكاميرون تنزل انتفاضة سريعة من فينسنت ابو بكار يحط الهدف الثاني، الفار ياكد له الهدف عشان تبقى النتيجة 3-2. بعدين يخش يعمل اسيست لتشوب موتنج مهاجم بايرن ميونخ عشان النتيجة تبقى 3-3. ماتش مجنون بكل المقاييس. يعني مش هقول من الماتشات الحلوة وانتوا ندمانين انتوا ما اتفرجتوش عليها والكلام ده، لا والله هو عادي يعني، هو عادي، بس الماتش لذيذ. 6 اهداف كده، ماتش فيه اهداف كتير يمتعك يعني. الماتش المجنون اللي بعده ماتش غانا وكوريا الجنوبيه. غانا وكوريا الجنوبيه يعني انت بتشوف ما شاء الله ما شاء الله على الواد محمد قدوس، واد عالمي واد عالمي. ده مش هيقعد في ايكس بعد ما يخلص كاس العالم، مش هيقعد في ايكس، ده هيطلع على يا باشا على انديه البريمير ليج. تمام، هي عدلها انديه البريمير ليج، يروح هناك يشوف دنيته، عشان ده خسرته في ايكس. الواد ده بيعمل يعني مسانده في خط النص وكمان مسانده في الهجوم. انا شويه كنت احسه هيروح يقف جون. غانا كلها كانت معتمده عليه امبارح. لما بتبص على غانا كده، غانا ما شاء الله يعني فيها اسماء، يعني الى حد ما فيها اسماء، بس الفكره انهم مش عارفين يلعبوا مع بعض، ما فيش غير المنسجم، يعني الوحيد اللي منسجم كده فيهم شويه يعني هو جوردان ايو شويه. تمام، من حيث اللي هو متميز جدا في الكرات العرضيه، وشفنا ده مع يعني في الهدفين اللي جم لغانا. اول هدفين والله ما فاكر اصل الواحد جاله زهايمر. المهم يعني هو في هدفين كده، هو جوردان ايو ما شاء الله عامل شغل عالي فيهم. تمام، يمكن هو اللي عامل الاسيست. غانا بتوقع على الهدف الاول والثاني عشان الشوط الاول يخلص 2-0. انت ما فيش انت يا دوب انت بتفتح كده الشوط الثاني تقول بسم الله لسه هقعد اتفرج واعمل كده، كوريا حطت جونين، بقت النتيجه 2-2. ماتش يعني جن جنون الكوري، هو كده جن جنون الكوري. 2-2 الماتش، عشان بعدين يجي محمد قدوس يوقع على الهدف الثالث. وايه دي بمثابه الايه، رصاصه الرحمه. دي رصاصه الرحمه، خلاص مش هنقعد نتكلم كتير مع بعض. غانا بقت معاها 3 نقط، كوريا نقطه واحده. المجموعه اشتعلت على مين هياخد المركز الثاني فيها، مجموعه
برضو يعني عنيدة وصعبة لأبعد الحدود. نخش في الماتش الثالث. الماتش الثالث يعني انت بتتفرج على البرازيل وسويسرا. البرازيل وسويسرا مواجهة تعودنا شفناها برضو في كأس العالم 2018، كانوا برضو وقعوا مع بعض في دور المجموعات، والمواجهة انتهت بالتعادل 1-1. بتبص على البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022، انا بشوف يعني انا بشوف ان البرازيل اداء باهت. البرازيل بتكسب بالخبرة. البرازيل ما بتخلصش الماتش، ما بتريحش نفسها مع انها معاها اسلحتها الفتاكة اللي هي تخلص الماتش. المفروض يعني هي سكور، ولو مش سكور على الاقل من 2-0، يعني 2-0 كويس. بس انت بتبص على البرازيل، لا اداء باهت. لعيبه النص برضو، النص مش احسن حاجه في البرازيل، وده اللي اتضح. يعني النص مش احسن عموما، ما عندكش غير كاسيميرو بس اللي بيلعب، غير كده انت ما فيش بطيخ. دفاع البرازيل بطيء 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 في التحركات. لا ده دفاع. انت متخيل البرازيل بتلعب بإيدير ميليتاو باك يمين؟ يعني هو جده داني ألفيش لو نزل لعب باك يمين هو هيأدي عليه بمراحل، وده احنا ما عندناش شك فيه اصلا. احنا بنشوف ما شاء الله مستويات إيدير ميليتاو والغلطات اللي بيوقع فيها مع ريال مدريد. يعني مدافع يجي منه، بس لا يعني هو جده داني ألفيش لو نزل لعب باك يمين هيكون فعال اكتر منه، ما فيهاش نقاش. البرازيل بتكسب بخبرة اللعيبة، ما بتكسبش بالمدرب. المدرب واقسم بالله المدرب اللي اسمه تيتي ده اللي جايبينه والله العظيم ما عامل حاجة بأمانة. بدليل هو ايه بيعمل؟ بتنزل الماتش الشوط الاول بتخلصوا 0-0، تمام ما شاء الله. زربيح ناس في الهجوم ببدل بينهم، انا ببقى براحتي بقى، يعني انا ابدل بقى ان شاء الله غير خط الهجوم كله. من دول ما ينفعش ما سجلوش اهداف، لا انزل خط تاني يسجل لي اهداف. والله العظيم والله العظيم هو عنده بس ما الا ان هو معتمد على الدكه اللي عنده، ولا تكتيك ولا نيله. اللي ينزل يعرف يعمل حاجه يعملها. ما فيش انا ما فيش اخوانا رجاله، ما فيش لا تكتيك ولا نيله. اللي ينزل يعرف حاجة يعمل حاجه يعملها. هي دي البرازيل. مش عارف مش عارف ليه الناس بترشحها ان هي هتاخد المونديال، بس انا لا، ما برشحش البرازيل اطلاقا. الجانب الاخر اداء رجولي جدا من منتخب سويسرا. تعودنا شفنا سويسرا كتير بتقاتل يعني قدام المنتخبات الكبيره، وخصوصا البرازيل. يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ وحارس المنتخب السويسري، حارس عملاق جدا جدا جدا، وخبرته الدوليه مع سويسرا كبيره، ومعروف بتصدياته الغريبه. لا يعني البرازيل اداء ما يطمنش، اداء ما يطمنش. ده جاي يحرق دمي ياد، انت جاي تحرق دمي ياد، غور عشان احط العصايه دي. نخش في الماتش الرابع والاخير، ماتش البرتغال اوروجواي. ولما تتفرج على منتخب الاوروجواي يعني تشوف كبار سن. والله العظيم ده اسمه منتخب كبار السن. يعني كفايه كان مدربهم كبير سن اوسكار تاباريز، لا هم كمان لاعيبتهم كبار السن. ايه ده؟ ايه يا غالي ده؟ والله ايه ده؟ بطء، تحركات بطيئه. داروين نونيز بيجي جده من معاهم، بيجي جده داروين نونيز اداء باهت اداء هزيل جدا. كافاني يكاد يكون مش موجود. مفيش لعيبه بتموت اجدعها كوره. مفيش غير كوره بنتاكور اللي دخل راوغ فيها الدفاع، واتكلمت قبل كده وحذرت من دفاع البرتغال. دفاع كارثي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. كارثي، فيش منه رجا ولا في منه امل. ادي غاب دانييلو بيريرا، نزل مكانه جده بيبي. مش بقول والله فريق كبار سن هو، سواء من البرتغال او من اوروجواي. البرتغال مستحوذه استحواذ سلبي. مفيش غير كرة بنتاكور اللي قلنا عليها دي، اللي دخل راوغ فيها من نص الملعب، خد اللعيبه كلهم وبعدين دخل شاط، الحارس صدها. بتخش الشوط الثاني برضو ضغط من جانب المنتخب البرتغالي، بساط كده على الواقف. تحس البرتغال من كتر ما يحس انها بتلعب جدودها، يعني هي البرتغال بتلعب كرة على الواقف قوي، بقت كرة مملة، ماتش ممل. برونو فرنانديز حط كوره، كريستيانو راح احتفل فكر نفسه ان هو اللي جاب الجون. بعدين حتى الفيفا قالت لا ده برونو هو اللي جاب الجون، واشتغل معلق كل شويه علي. يعني خلاص يا علي يا محمد يا علي يا عم، خلاص عرفنا ان كل المواقع الدوليه وكل مواقع الفيفا استقرت وكتبت ان برونو فرنانديز هو صاحب الهدف. يا عم خلاص عرفنا. انا حرامي يا ناس، انا حرامي يا
عمي مالكيش دعوه، حياه النبي صحي محمود تقول لي له ده مش حرامي. استعبده انا حرامي، استعبده يا ست ام نيازي. صحي نيازي يجيب لي البوليس. لا يا بنت خالتك فين؟ وخالتك طارق، خالتك طارق يا اختي، قولوا لهم ده مش حرامي. مبسوط؟ اتصدم. وبعدين برضو جات له ضربة جزاء، طبعا نفذها زي عمه جورجينيو، نفذ برضو ضربة جزاء بالجزمة دي بنفس الطريقة ونفس الحركة اللي برضو طلعت ايطاليا من الملحق. الله وانا مالي يا لمبي؟ فرنانديز والمرة دي بتستر مع عشان الحارس ما شاء الله على الله حكايته جو. البرتغال بتكسب 2 بتضمن رسميا التأهل لدور ال16. كده عندنا 3 منتخبات متأهلين، البرتغال، البرازيل وفرنسا. في انتظار الجولة الثالثة واللي بدايتها النهاردة عشان نشوف مين المنتخبات اللي هتتأهل بعدين. بنفكركم ان المواعيد اتغيرت، مفيش ماتش الساعة 12 الظهر، كل الماتشات بقت الساعة 5 والساعة 9، ماتشين الساعة 5 وماتشين الساعة 9 كله في الجولة الأخيرة عشان يبقى المنافسة والصراع يشتد أكتر. مفيش حاجة اسمها يكون في تفاوت في الماتشات، ولا مثلا يكون لا المنتخب ده اصلي كسب لا فانا هتعامل ان انا اخسر من ده عشان التاني يصعد، وشغل الافشخانات بتاعت الدوري المصري ده والافشخانات بتاعت افريقيا القاره التعبانه دي. تمام، لا مفيش هناك في كاس العالم الكلام ده خالص، كله هناك بيلعب في نفس الميعاد. العب اكسب بروح، انت عايز تصعد انت عايز 3 نقط، حتى لو انت عايز لو انت طلعت انت برضو عايز تطلع بخروج مشرف، العب وما يهمكش بدون ما تبص لاي نتائج تانية. طيب، كان معانا ومعاكم الميكانيكي لتحليل مباريات كاس العالم بشكل ساخر. السلام عليكم.